واش عرفتي السميه ديال اول فيلم تصور في المغرب؟ الابن العاق لونفون موديل فرونسي تصور عام 1958 من طريقه السي محمد أوصفور الله يرحمه. هذا الفيلم ما فيهش الهضره، يعني موي بحال داك الستيل ديال شارلي شابلان، مصور بنوار بلون وبكاميرا 16 ملم، ديك الكاميرات القدام بحال هذا الستيل هذا. الفيلم في 40 دقيقه تقريبا، والكومبوزيسيون ديماج ولا كاليتي كتهربانه بارابور لا كاليتي ديال ديك الوقيت. الفيلم كيعاود واحد الدري تخلاو عليه والديه، وهاد اللامبالاه خلات الدري يولي مجرم. واللي واعر في هذا الفيلم هو ان السي محمد أوصفور كان عنده 4 الادوار، كان هو الرياليزاتور والمونتور والديريكتور ارتستيك وممثل. الفيلم تبرودويزا بطريقه انديبوندونت، يعني كلشي تخلص من الجيب ديال المخرج. الفيلم كيعاود على المشاكل الاجتماعيه ديال كازا، واللي عجبني هنايا هو انه كيصور الفايب اللي كانت فيها كازا في ذاك الوقيته. والسي محمد أوصفور انسبيرا جينيراسيون كبيره من بعدو ديال السينيات. هذا الفيلم كان هو نقطه انطلاقه ديال السينما المغربيه، وكيبين الابداع الكبير ديال السي محمد أوصفور، حيت ما قرا لا سينما وما كانش عنده البلجي وخرج فيلم واعر في ذاك ليبوك.